السلام. نهضر على واحد اللعيبه اللي خلاو ليا بزاف ديال الناس فاش قلت لكم زعما اي واحد باغي يسول وداك الشيء كامل. الاغلبيه كانوا باغيين يبداو بيزنس ديالهم، والسبب الوحيد اللي مخلاهم زعما انهم ما يبداوش هما الخوف. ما عرفتش زعما الناس من اش يخافوا. زعما صراحه بالنسبه لي انايا ما عرفتش زعما علاش يخافوا. كاين اللي تيخاف من الفشل، زعما انه يبدا شي حاجه وتفشل ليه، وكاين اللي داك الخوف انه يفشل ليه زعما داكشي ديالو، ويقولوا للناس راه فلان راه فشل ليه داكشي ديالو، ما غيبغيش يرضى بها هو وداكشي علاش يقول صافي خليها حتى نكون متاكد زعما انني غادي نبدا شي حاجه ديالي اللي ما تكونش فاشله، وكون اكيد انه راه ما كاينش شي حاجه زعما كيف ما بغات تكون، كيف ما بغى يكون نوعها، راه ما عمرك غتكون بادي شي حاجه وما عرفتش واش غتفشل، حيت ديما تيكون عندك واحد الاحتمال تاع الفشل. راه غتكون داير لي جو دماغ شي، غتكون داير اي حاجه طاحت لك في بالك، ومع ذلك تبقى واحد النسبه ديال الفشل وارده في اي حاجه غديرها، ماشي غير مشروع، اي حاجه في الحياه غديرها راه تقدر انها تنجح لك، تقدر ما تنجحش لك، تقدر تكون انه انت معول انها تنجح لك وما غتنجحش لك، وفي نفس الوقت تقدر تقول راه يقدر تنجح يقدر ما تنجحش، وتكون عاطي داك البورسونتاج ديال انه تقدر ما تنجحش وفي الاخر تنجح لك. انت كاع افترضوا فشلتي، شنو غتخسر؟ غتخسر جوج ديال الحوايج. الاولى هي الفلوس، والحاجه الثانيه هي الوقت والجهد اللي عطيتي لهذيك الحاجه قبل ما تفشل. انا بالنسبه لي نفضل انه غنمشي شي حاجه في بالي غنحط فيها فلوس، نحط فيها فلوس ونفشل فيها، ما عنديش مشكل، ولكن هذوك الفلوس ما نحطهمش في واحد الحاجه اللي من بعد غادي نقول وكون غا حطيت هاد الفلوس في هاد الحاجه اللي كنت باغي ندير من شحال هذا ما حطيتهمش فيها. حيت الا جيتي تشوف الوقت كامل، الحياه ديالنا كامله تنخسروا فلوس في شي حوايج اللي ما تنحسوش بها. غتجي غتحسب مثلا من شهر 12، من شهر واحد مثلا حتى لشهر 12 ديال العام كامل، غتجي غتشوف راسك شي فلوس خسرتيهم في شي حوايج تقدر دير بهم بزاف ديال الحوايج اللي انت محتاجهم وما قادرش انك ديرهم غير حيت خفتي من الفشل. داكشي باش كنتي غتانفيستي فلوس، انفيستي فلوس، عرفتي كيفاش تجريهم راك غتجريهم، ما عرفتيش كيفاش تجريهم راك غتخسر، ولكن راك غتعلم واحد الدرس، وهذاك الدرس غيعلمك بزاف ديال الحوايج في الحياه، وهذه هي الحاجه المهمه. انا تنفضل انه غنمشي غناخذ فلوس اللي عندي كاملين مثلا وغنانفيستيهم في واحد الحاجه، شي ديك الحاجه الا ما صدقاتش هاني، علاش؟ حيت انا كنت باغي نجرب هذيك الحاجه وما صدقاتش ليا، حسن ليا في هذا العمر اللي انا فيه نجرب ونانفيستي فلوس في هذيك الحاجه اللي انا باغيها وتفشل، ولا نجلس حتى نكبر ونقول وناري وكون غادرت هاد اللعيبه اللي كنت غنديرها شحال هذا وندمت. اخي بحاجه هي الندم على شي حاجه اللي انت باغي ديرها وما قدرتيش انك ديرها، اما شي حاجه اللي فيجيك انك ديرها وخايف انك ديرها، هنا راه كاين مشكل. علاش؟ حيت انت غتندم من بعد، غتندم، كون اكيد انه غادي تندم غادي تندم. وانا بالنسبه لي نفضل انه نحط داكشي اللي عندي كامله في واحد الحاجه اللي انا طاحت ليا في بالي ونجربها وتفشل وما غاديش نندم، حيت غنقول المهم انا جربت هذيك الحاجه وما صدقاتش ليا، نقدر نعاود نحاول معها بطريقه اخرى وبطريقه اخرى حتى نعاود ننجحها. في حاله انه ما عنديش زعما بوسيبيليتي تاع ان هذيك الحاجه تنجح، نمشي لحاجه اخرى عادي، المهم جربت. المهم ما بقيتش ديك اللعبه تاع خايف وتنقول لا راه خصني ندير خصني ندير، ولكن ما يمكنش ندير دابا. كاين بزاف الناس هضرت معاهم كان عنده واحد التوجه في